السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بس بلون من حكاية زوفان يحكى عن أسطورة في خارة الإمبراطور، عن كتاب الأسرار التسعة اللي كتبه إمبراطور الشياطين، وكتب فيه كل قوته وأسراره ونشره في الخارة كلها. وبالتدريب بالكتاب ده ممكن تحصل على قوة لا مثيل لها في التاريخ. والكتاب ده موجود دلوقتي مع إمبراطور السحر الشيطاني زوفان، وبتكون معلومات تواجد الكتاب انتشرت في كل الخارة، وبنشوف مقاتلين من كل مكان جايين لقلعة زوفان علشان يحصلوا على الكتاب الأسطوري. وبنشوف شخص بيجري وبيقف قدام الامبراطور زوفان وبيقول له بصوت خايف: سيدي اخبار سيئه، اتقتلوا حراس الجبل كلهم. وده تشينج تلميذ الامبراطور زوفان، وبيكمل كلامه وبيقول له: انا خايف ان الاباطره السبعه يوصلوا هنا. فبيقول له بكل غرور: ها ما تخافش، كل الاباطره دول ولا يوجوا حاجه من قوتي، بس مش من المتوقع انهم هزموا حراسي. ولما بيطلع بيلاقي مقاتلين كتير وبيطلبوا منه يسلم الكتاب، فبيقول لهم: حشرات فاكرين نفسهم اخويا، هنجربكم دلوقتي. وبينطلق بسرعه البرق وبيقطع اجسامهم كلهم. وهنا بيطلع صوت بيقول له: مش هنخليك تهرب يا امبراطور السحر زوفان. فبيقول لهم زوفان وهو طالع عندهم: اخيرا وصلتم يا اصحابي ايها الاباطره السبعه. وهنا بيقول واحد من الاباطره: زوفان سلمنا الكتاب الاسطوري وهنعفو عنه. فبيقول له زوفان: انا يا امبراطور السيف الاعلى فيكم ورئيس الامبراطوريات الثمانيه، مش هتقدروا عليا لو قتلتوني كلكم مع بعض. سؤالي دلوقتي: ليه جايين تحفروا قبركم قدامي؟ وهنا بيقول له واحد منهم: الكتاب اللي معاك هو اسطوره الامبراطور الشيطان ولينا كلنا، وانا جاي استعيده منك. وهنا بيقول له تشينج: سيدي ده خطير جدا عشان ده اخو امبراطور في الارض المقدسه. فبيقول لهم زوفان: ها عدو الجميع، حتى ولو كده انا هقتلكم. ما بيكملش كلامه واللي بيلاقي سيف بيخترقه من ظهره، وبيكون ده تشينج الخاين. وبيقول له: سيدي وقت موتك حان. فبيقول له زوفان: انت يا تشينج انت الخاين، معناها انت اللي سربت المعلومات بتاعت الكتاب كلها. ليه؟ انا اللي خدتك وربيتك وعلمتك. فبيقول له تشينج: انت لحد دلوقتي مغرور يا سيدي وما خلتنيش اخر الكتاب حتى. فبيقول له: عشان كده بس؟ طول عمرك تفكيرك بسيط. عايزين الكتاب الاسطوري؟ مش هتاخدوه، هدمر الكتاب معايا. فبيتفاجئوا الكل، لكن فعلا بيدمر زوفان نفسه مع الكتاب. وبعدها روحه بتنزل وبتنتقل وبتدخل جسم شاب مقتول في معركه. ولما بيصحى بيقول في نفسه: هو ده جسم الجديد، ما توقعتش اني اعيش في جسم طفل زي ده. وفجاه بيسمع صوت حركه وبيبص بيلاقي ذئاب سحريه هتهجم عليه، لكن بيبص عليهم زوفان وبيقول لهم: اهربوا عن وشي. فبيخافوا الكلاب كلهم من نظرته وبيهربوا. وهنا بيشوفوا واحد مجروح وبيطلب المساعده منه، فبيعرف انه كان بيعرف صاحب الجسم الاصلي، وبيروح عنده وبيمسك وشه وبيقول: كتاب الاسرار التسعه، لمسه الامتصاص. وبياخد طاقته الروحيه كلها، وبنعرف انه لمسه الامتصاص بتسحب روح الشخص وبتخليه طاقه بس. وبعدها بيشوف جنبه جثه الراجل اللي اتحولت لهيكل عظمي، وبيقول زوفان: ايه ده؟ ما توقعتش ياخد مني كل الوقت ده، الدنيا بقت صبح. وبيجرب قوته فبينفجر الحجر اللي جنبه، وبيقول بصوت غاضب: استنوني يا تشانج امبراطور السيف، لما هرجع الارض المقدسه هنهيكم كلكم. وهو ماشي بيقول: اتطور الجسم ده من الطبقه 0 للطبقه 5، باين اني هطور عبين ما ارجع الارض المقدسه. وهنا بيلاحظ ناس واقفين، وبنشوف خالد رئيس حراس عائله ليو واللي اسمه بانك بيقول لناس تانيين: انتوا خونه. فبيقولوا له: انت يا بانك قلنا لك ما تتدخلش في الموضوع ده. فبتقول لهم بنت عائله ليو: احنا مش هنسلمكم كنزنا ليكم حتى لو قتلتونا هنا. وهنا بيقول زوفان بنفسه: شكل عائله ليو في ورطه، ايه الشعور ده؟ ايه حلقه صاحب الجسم في عائله ليو؟ انا لازم اطلع من هنا فورا. وبيجي يمشي لكنه بيحس بعلم شديد في جسمه كله وفي قلبه في الاخص. فبيقول: ايه ده؟ ايه الالم ده؟ يا ترى من التدريب؟ يا ترى الجسم ده مش مناسب للشعوذه بتاعتي؟ لا ثواني، كل حاجه كويسه والنبض وكل حاجه. طيب ايه؟ ثانيه، لما شفت الانسه ليو هديت نبضاتي. معقول يكون ده سحر القلب؟ واللي بيتصاب بيه لازم يتبع صاحب السحر. وبيحاول يشوف ذكريات صاحب الجسم زوفان الاصلي، وبندخل بفلاش باك بنشوف زوفان الصغير والانسه ليو بتدافع عن زوفان. وبعدها بنشوفه بيطلب من بانج يعلمه القتال وانه عايز يدافع عن الانسه ليو. وبعدها ذكرى تانية بنشوف فيها الدنيا خربانه والنار مشتعله وهجوم على عائله ليو، وبتكون الانسه ليو بتكلم زوفان اللي كان على وشك الموت، وهو بيقول لها: ارجوكي يا سيدي
سيدتي اهربي مع اخوكي، وبيكون بيكره نفسه علشان ما قدرش يحميها. وبنرجع للحاضر وبيعرف زوفان انه صاحب الجسم بيحب العائله دي، وعشان كده في على قلبه سحر القلب، وبيقول في نفسه شت ليه انا عليا ان ابقى عبد عند حد تاني لبقيه حياتي؟ انا عبد، انا امبراطور السحر الشيطاني زوفان، اكون عبد. وبيكسر الشجر اللي جنبيه من غضبه. فبيلاحظوا الموجودين انه في حد جاي، وبيفتكروا عائله ليو انه الدعم وصل ليهم. بس بيظهر زوفان وبيقول لها انسه ليو سلم التقنيه، انا مش عايزه افادك. فتتفاجئ هي واخوها وبتقول له زوفان انا افتكرتك فبيقول لها لسه حي ما تخافيش. وبيقول في نفسه قطاع الطرق دول اخويا جدا، باين انها تكون معركه حياه او موت. وهنا بانج بيقول الواد الغبي ده رجع تاني. وبيكمل زوفان كلامه وبيقول لهم مفيش داعي نحمي التقنيه دي. فبتتعصب عليه الانسه ليو وبتطلب من قطاع الطرق يسيبوا زوفان يمشي، بس بيقول لها خادم لا طبعا. وبيوم الواحد منهم يهجم على زوفان، واثناء هجومه على زوفان بيضحك ضحكته الخبيثه، وبحركه خاطفه منه سريعه بيقدر ياخد السيف من العدو وبيقطعه بالنص وسط ذهول البقيه من زوفان. وبيقول في نفسه دلوقتي جوات الخطه بيه، وباقصى سرعته بياخد الانسه ليو واخوها وبيهرب بيهم. وبيكون خالد قطاع الطرق متعصب جدا وبيطلب منهم يقتلوا البقيه ويلحقوا اللي هرب. ومن ناحيه تانية بتركب البنت من زوفان ينزلها، فبيرميها. وهنا هي بتقول له لازم ارجع، مش هسيب بنك خالد حراسي لوحده. فبيقول لها اغبى قرار هتعمليه، لو عايزه ترجعي هتموتي. وبيسالها عن مكان يستخبوا فيه، فبتقول له في مكان لكن برضه ممكن يوصل مننا قطاع الطرق، والمكان ده هي الغابه الضبابيه. فبيقول لها معلش هنروح هناك، جيب اخوكي وتعالي ورايا. ولما بيوصلوا بتقول له ان الغابه دي خطيره جدا، وانها مش عارفه ليه رئيس جبل الرياح السوداء بيعمل كده، وليه هجموهم قطاع الطرق دلوقتي. فبيضحك ضحكه شريره مره تانية وبيقول لها ده احلى مكان اصلا. وبتطلب منه هي انه ياخد اخوها ويهرب، لكن بيرفض وبيقول لها تعالي معايا عشان لو سبتيه هقتله مباشره. وبيقرب منها وبيقول لها انت حياتك مهمه، احنا هنقتل قطاع الطرق بس. فبتقول له انت بتقول ايه؟ دول اخويا جدا وعندهم محاربين كتير. فبيقول لها كلهم حشرات بالنسبه ليا، انا زوفان هدمرهم كلهم، لكن لو عايزه تستسلمي تقدري ترجعي وتستسلمي او تسلميني حجر التقنيه بتاعك. فبتسلمه فعلا الحجر. فبيقول لها انت انتظريني هنا انا جاي، وبيمشي. وبتحس هي انه زوفان اختلف 180 درجه. ومن ناحيه تانية بيقول زوفان التقنيه دي هي مصفوفه سحريه، للاسف ما بيعرفوش حاجه عنها وانها قوه كبيره جدا. وبيفعل التقنيه دي وفجاه بيختفي الضباب من الغابه وبيرجع زوفان ليها. فبتقول له البيت انت اللي عملت كده؟ فبيقول لها تعالي ورايا بس وانا هعلمك التعاويذ السحريه عشان تشغلي المصفوفه دي، عشان لو ظهروا قدامك تقتليهم كلهم. فبتقول له ايه ازاي يعني؟ فبتقول في نفسها ازاي ده كان عبدي ما بيعرفش حاجه، معقول اعرف ازاي يفعل المصفوفه السحريه بتاعت عيلتي؟ وهنا بيقول لها زوفان هنستنى دلوقتي واوريكي ازاي هيموتوا كلهم. وفعلا بعدها بيشوف قطاع الطرق اسرين بنك وجايبينه يدلهم على الطريق. وهنا بيلاحظوا زوفان واللي قاعد جنب الشجره وبيقول لهم ايه ده انتوا خليتوني انتظركم كتير. فبيضحك قطاع الطرق وبيأمرهم يقتلوا زوفان، وفعلا بيهجم عليه محارب. لكن قبل ما يقتله بيقول له هم مشلولين دلوقتي، ايه رايك يا قطاع الطرق اعمل معاك صفقه، اسلم ليك العيال الاثنين بشرط تضمن لي مستقبلي. فبيقول له خد قطاع الطرق وليه انت تخون عائله ليو؟ فبيقول له زوفان ده سؤالي انا، ليه انت خنتهم؟ ايوه نفس السبب، ما حدش بيراهن على فرس خسران زي عائله ليو، استغل حياتهم عشان اضمن حياتي، ده منطقي انا زوفان. وبيقولوا انه مخبيهم اخر الجبل ومحدش غيره يعرف يوصل لهم. فبيتفقوا الاثنين على كده وهم ماشيين ورا زوفان. بيكون بانجي بيهين وبيشتم زوفان على خيانته ليهم، وفجاه بيوقف زوفان. فبيقول له خالد قطاع الطرق ليه وقفت؟ فبيقول له زوفان بصوته الشرير بص انا جبتك هنا لمكان موتك. وبيهجم عليه الراجل متفاجئ، لكن بيطلع دي نسخه من زوفان خشبيه. فبيامر الراجل اتباعه ينتشروا، ولما بيبص وراه بيلاقي بانج اختفى برضه. فبيتعصب اكتر من زوفان وبيقول له زوفان يا وغد انا هقتلك. وبيلاحظوا هنا ان الغابه بقى ضبابها احمر وبيدخلوا كلهم في وهم. وبنشوف زوفان مع البنت اللي بتقول له انقذنا بنك دلوقتي هنعمل ايه؟ فبيقول لها حاجه اكتر شر، وبيساعدها في المصفوفه وبيحط قوته فيها وبيخلي اشباح الغابه تهاجم قطاع الطرق وبتخليهم يموتوا بكل بطء. فبيقول خالد قطاع الطرق وهو بيموت زوفان انت مين؟ فبيقول له زوفان مت وفي الجحيم هتعرف انا مين. وبعدها بطلنا زوفان بيفعل تعويذه وبيسحب ارواحهم كلهم وبيحولها لطاقه ليه، وبيترفع مستواه لطبقه التاسيس وبيضحك وبيقول
المرة دي أفضل من اللي قبلها، كل ما زادت قوتي قربت من هدفي. وبتيجي البنت وأخوها ومعهم بنج وبيسألوا عن قطاع الطرق، فبيقول لهم جوفان ما بقاش فيهم عظم حتى. وهنا بيبص بنج لجوفان وهو بيبص عليه، وبيزود الصمت لثواني اللي بيقطعه بنج، وبيعتذر لجوفان وبيقول له أخويا جوفان أنا غبي، ما عرفتش إنك بتحاول تخدع العدو، ولو عايز أقطع راسي فهو ليك. فبيقول في نفسه لو بس جينجا عند نفس الولد ده ما كانش هيحصل بيا اللي حصل. وبيقول لبنك انت قائد حرس، انا مجرد خادم صغير ما اقدرش اقبل بكده. بعدها مش انا اللي قتلتهم، السيده ليو هي اللي فعلت المصفوفه السحريه وقتلتهم كلهم. وهنا بيفرح بنك ان السيده عرفت تفعل المصفوفه السحريه، وبيسال جوفان السيده ليو لو عندها اي خطط. فبيقولوا له انهم عايزين يروحوا لعائله تاي علشان السيده ليو مخطوبه لابن سيد العائله، وهم على اساس يحموهم. وفعلا بيوافق وبيمشوا. وبعدها بيشوف الشخص اللي بعت قطاع الطرق واللي بيكون بيتكلم مع خادمه عن انقطاع الاخبار عن القتله اللي بعتوهم. ولما بيمشي الخادم بيدخل الشاب ده الغرفه، بنشوف فيها رئيس الرياح السوداء واللي بيكون عليه باين الاحتضار، وبيقول له تبع تكون يا بند اصحابك يا عجوز. وبعد 5 ايام بيوصلوا مجموعه جوفان لقلعه عائله تاي، وبيستغرب جوفان وبيقول فين عائله تاي. فبتقول له البنت انهم ما يصحش يروحوا معاهم، هي واخوها هتروح تتكلم معاهم وبعدها الخدم يجوا. فبيتعصب جوفان وبيمشي علشان يتمشى مع بنك. وبينما هما بيتكلموا بيسمعوا صوت مشكله، وبنشوف راجل عايز ينصب على بنت في جوهره. فبتقول له مش هتقدر تخدعني، انا بقول لك مش حقيقيه. فبيقول لها ازاي تعرفيها بمجرد انك تبص عليها يعني بس. فبتقول له اقدر طبعا. وهنا بيتعصب الراجل وبيقول لها امشي من هنا، لكن بيتدخل جوفان وبيقول له جوهرتك مزيفه وانا عندي الدليل على كده. وبيخلي الراجل ده يرمي الجوهره في طبق كبريت، وفعلا بيتغير لون الجوهره، وبيقول له وبكده جوهرتك بانت على انها مزيفه. فبيتعصبوا كل الموجودين على الراجل اللي رشهم، وبيطلبوا منه يرجع فلوسهم الغشاش. وبتشكر البنت الغريبه جوفان وبتمشي. وبياخد جوفان من بنك فلوس وبيروح، وبيدخل لمكان ما فيهوش حد، وبيطلب من البايع الغشاش اللي بيكون هناك يبيع الجوهره مقابل 10 عملات. فبيقول له وليه انت عايز تشتريها يعني وانت عارفه انها مزيفه؟ فبيقول له جوفان هبيعها بطريقتي. لكن الغشاش بيقول له انت بعد ما حركتني جاي تشتري مني، انا هاخد منك العملات وهقتلك بدون رحمه. وبيطلعوا رجاله الغشاش، لكن بيتحرك جوفان بسرعه كبيره وبياخد ارواحهم بتقنيته الشيطانيه، وبيقول لهم انا ما بحبش القتل لكنكم بتحبوا تموتوا. وبيمشي. ولما بيرجع بيدخل الغرفه وبيامر بنج ما حدش يدخل عنده. ولما بيدخل بيفحص الجوهره المزيفه واللي طلعت حقيقيه، وطلعت جوهره نادره اسمها جوهره الدم اللي عندها قدره عاليه جدا، وانها لو اتطورت هياخد شكلها شكل الانسان وتتشكل على شكل المستخدم. وبيقول في نفسه لو كان عندي التقنيه دي قبل موتي ما كانش هيحصل معايا كده. لكن برضه كاتب كتاب الاسرار التسعه الامبراطور الشيطاني ما كانش عنده القدره دي، بس انا حظي معايا. وبيبدا يدي الجوهره دمه عشان تتفعل، بس بتسحب منه دم كتير وبيبدا يدوخ، وبيكون عايز يستسلم، لكن بيفتكر اللي حصل معاه وخيانه تلميذه ليه، وبيقول انا امبراطور السحر الشيطاني جوفان، اخضع عليا يا جوهره الدم. وفعلا بينجح وبيفعل التقنيه وبيطلع منها طفل من الدم غير مرئي لاي حد. وبيفرح جوفان وبيقول بكده فاضل اني اختار الفنون القتاليه اللي اتدرب عليها بس. وبيطلع بعد 10 ايام وبيقول له بنك اتاخرت علينا، عائله تاي بعتت طلب لينا من زمان. فبيقول له جوفان انت فضلت تستناني 10 ايام هنا؟ فبيقول له عادي عايشه ما حدش يزعجك. ولما بيكونوا ماشيين بيقول جوفان ما سالتش انا كنت بعمل ايه كل الوقت ده جوه؟ فبيقول له بنك ماليش دعوه انت حر. ولما بيوصلوا بيسالوهم الحراس هم مين؟ فبيقول لهم بنك انا قائد الحرس بتاع عائله ليو وده كبير الخدم جوفان. فبيقول له جوفان ايه الكلام ده؟ كبير خدم مين؟ فبيقول له بنك باين انه السيده اديتك ترخيه لكبير الخدم. فبيقولوا له الحراس انتوا دبانه عائله ليو، طب ادخلوا. فبيتعصب بنك لكن بيشد جوفان علشان يدخلوا ويشوفوا، وبيقول في نفسه لو عملونا احنا كده انا اخشى انهم بيعاملوهم اسوأ، باين انه عائله تاي هتطلع من حساباتي. ولما بيوصلوا بيلاقوا انهم حاطينهم ببيت من القش وعلى وشك انه يقع حتى. فبيتعصب بنك. ولما بيدخلوا بيلاقوا الاخيين هناك بس اللي موجود، وبيطمن عليه بنك. وهنا بيسالوا جوفان فين اختك يا صغير انت؟ فبيقول له اختي راحت تترجى رئيس عائله تاي. فبيقول له جوفان بعصبيه ليه تترجاهم؟ باين قوي انهم اتخلوا عنكم، تعالوا خدني لاختك. وبيقول في نفسه عائله تاي يا ويلكم مني دلوقتي. ومن ناحيه تانية بنشوف ليونا بنت عائله ليو، وهي بتشوف خطيبها بيلعب مع بنت تانية وبتيجي تتكلم معاه. فبيقول لها ليونا ملناش كلام مع بعض، احنا ما بقاش لينا علاقه مع بعض اصلا، انا بحب دلوقتي وافي. وبتطردها البنت اللي اسمها وافي. فبتقول له ليونا شو انا ما طلبتش منك تخطبني اصلا، انا بس بطلب منك تتكلم مع ابوك يحترم العلاقه اللي كانت بين عائلتنا.
فبيقول لها ماليش دعوة، روحي اتكلمي مع ابويا انتي. فبتقول له افتكر ان احنا كنا اصدقاء طفولة يا اخي. لكن بتجري البنت وافي وبتضرب ليونا كف وبتقول لها بنت كازيرة شياو دارية ابعدي من هنا، وبتحذره يقرب من ليونا. وبتقول ليونا في نفسها اعمل ايه، عايزتي بتنهار، مين هيساعدني دلوقتي؟ وفي قمة حزنها بيجي بطلنا بسرعته الكبيرة وبيضرب وافي وشياو وبيوقعهم على الارض وبيقول لهم انتوا الاتنين اقذر من بعض. وبيفكر شياو وبيقول في نفسه مين ده، ملحقتش انا المقاتل اني اصده خالص. وبيقول جوفان في نفسه انا كامبراطور السحر الشيطاني شفت ناس كتير بتعاني، لكن البنت ليونا دي لما بشوفها بتعاني قلبي بيتألم، اكيد ده بسبب صاحب الجسم ده، لازم اساعدها. وبياخدها وبيكون هيمشي لكن البنت وافي بتوقفه وبتقول له انت تضربني كده مش هسامحك خالص. ليونا انت فاكره نفسك هتيجي وتروحي زي ما انت عايزه؟ فبتقول لها انت عايزه مني ايه برضه؟ فبتقول لها وافي اركعوا ليا 3 مرات وممكن اسامحكم وخصوصا العبد ده. فبتقول لها ليونا لا اكيد. وبينما بتذل وافي باليونا بيجري زوفان وبيحط راس الاتنين في الارض. فبتقول له وافي حتى لو رجعت ليا دلوقتي ما بتلحقش تكمل كلامها، وبيركلها زوفان هي وشياو وبيطيرهم لمسافه بعيده وبيقول لها انا عايزاني اركع ليكي احلامي لاخر حياتك. وبمفاجاه بيدخل رئيس عائله تاي وهو بيقول بيد اللي بيعمل مشاكل هنا، وبيكون باين عليه القوه والعصبيه. وبيقول له ابنه ده يا بابا ده اللي ضربنا. وبيوقفوا هو وجوفان قدام بعض. فبيقول له جوفان متدرب من طبقه عالم العظم الثقيل. فبيتفاجئ الراجل وبيقول ازاي عارف هو لسه مع بني دلوقتي. وبيسال جوفان وبيقول له انت مين؟ فبيقول له جوفان انا كبير خدم عائله ليو. فبيقول في نفسه كبير عائله ليو انا سمعت انه راجل جديد لكن ما عرفتش انه حوالي حاله غامضه وصغير كده، في العاده مش هعمل حاجه لكن ما اقدرش اتغاضى والبنت دي هنا. وهنا بتقول له وافي عمي تاي انتقم ليا. فبيقول بصوت تهديد انت يا ليونا سعادتك انت وعائلتك لكنك جايه هنا تعملي مشاكل. فبيخبيها جوفان وراه وبيقول له سيد تاي انت راجل كبير ما يصحش تتنمر على بنت صغيره، كلامك معايا انا وانتوا اصلا ما ساعدتوش عائله ليو، انتوا بس كنتوا بتستغلوهم. وهنا بيقول له رئيس عائله تاي يبقى ما فيش داعي نكون محترمين مع بعضنا، لازم كل واحد من الموجودين هنا يتحمل ضربتين من قوتي. وهو بيتكلم مع ليونا على الكلام ده بيهجم عليه جوفان بقوه فبيسد الضربه اللي بيحصل بسببها انفجار طاقه. وبيقول له رئيس عائله تاي طاقتك حلوه لكن مش قد يا عيل انت محظوظ بس، لكن هم هيموتوا بسبب قوتي. فبيقول له جوفان انا ما بعتمدش على الحظ بل على القوه. وهنا بيشوف تاي نفسه بينزف هو ابنه وبيقول له عملت ايه في ابني يا جوفان؟ فبيقول له سيد تاي عايز اقول لك حاجه ان اقدر اخد حياه ابنك وهقدر اقتله في اي وقت انا عايزه، وبحركه بسيطه من ايده بيخلي ابني تاي ينزف كميه كبيره دم. فبيقول له تاي خلاص انا مصدقك سيبه بس. فبيقول لهم جوفان يلا بينا نمشي. سيد تاي قبل ما امشي افتكر انك قللت مني ومن عائله ليو وهتندم على ده في المستقبل القريب. وبيمشوا وبتكون وافي متعصبه من تاي عشان سابهم يمشوا. ولما بيطلعوا مجموعه جوفان بيسال ليونا وبيقول لها سيدتي انت عارفه العائله الملكيه والعوائل ال7؟ فبتقول له انت ازاي تعرفهم اصلا؟ فبيقول لها بنج ايه ده يا سيدتي في ايه؟ فبتقول لهم من زمان كنا في مدينه جوه وملناش دعوه بيهم وما كنتش مهتمه بيهم، لكن دلوقتي احنا لو شفناهم لازم نهرب حتى من كلابهم سواء عائله ليا او تاي. احنا بره مش اكتر من عائلات صغيره بس في امبراطوريه تيان في 7 عوائل قويه جدا لدرجه يمكن مقارنتها بالعائله الملكيه، عندهم فلوس وسلطه واراضي كتير قوي ولو عادتهم هتكون بتعادل الامبراطوريه كلها. بس مدينه منطقه محرمه ممنوع القتال بيها وكل الناس تعرف كده. فبيقول لها جوفان الكلام ده برضه ينطبق على عائله سون. فبتقول له ليه بتسالني؟ فبيقول لها علشان البت وافي كانت بتهددني فيهم. فبيتفاجئوا كل الموجودين وبتمسك ليونا ايد جوفان وبتحاول تاخده علشان يعتذر من وافي لكن بيوقفها وبيقول لها مفيش فايده احنا اتحكم علينا بالموت وخلاص. فبيسال الولد دي انه اخو ليونا وبيقول له اخو يا جوفان هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول جوفان لليونا في قلعه للناس من العائله ال7. فبتقول له في لونج افضل مشرف حرس في العائله ال7 وهم اغنياء جدا. فبيقول لهم معناها الاول خلينا نروح فندق وبكره هروح اقابل لونج. فبيقولوا له ليه؟ فبيقول لهم اكيد
عشان نتحالف. وبعدها بيوم بيشوف مجموعة جوفان قدام قلعة لين وبيشوفوهم من حراس جايين، فبيقول جوفان مجموعة حرس من طبقة التجميع زي ما توقعت من واحدة من العوائل الملكية السبعة. وهنا بيوقفوهم الحراس وبيقولوا لهم انتوا مين وجايين ليه هنا؟ فبيقول لهم جوفان ارجو منكم تقولوا للسيد لونج انه سيدة عائلة ليو جاية تقابله. فبيسخروا منهم وبيقولوا له مين عائلة ليو دي؟ سيدنا لونج ما بيقابلش عائلة ريفية فايرة، يلا امشوا من هنا. فبيقول لهم جوفان بكل عصبية لازم تقولوا له الاول مش تكرروا من نفسكم. فبيطلعوا الحراس الاتنين طاقة كبيرة جدا وبيكونوا بيهددوا جوفان. فبيقول لهم دي تصرفاتكم مع الضيوف بتاعتكم. فبيجي صوت بيقول للحراس يوقفوا، وبتطلع الست اللي شافها جوفان في السوق وبتقول للحراس يوقفوا وما ينفعش يعملوا كده مع الضيوف. وبتقول لجوفان سيدي الشاب التقينا مرة تانية. فبيقول جوفان في نفسه ايوه بقى كل حاجة بقت زي ما انا عايز. وبيقول لها احنا اسفين على التصرف اللي حصل. فبتعرفوا في نفسها وانه اسمها هو كاي شغالة في القلعة دي، وبتسألهم جايين ليه. فبيقول لها جوفان انه سيدته وهو جايين علشان يبيعوا كنز، واول ما بيدخلوا بتطلب منه يطلع الكنز. فبيقول في نفسه البت دي مظهرها مبين انها بت عادية لكنها ذكية جدا وعايزاني اطلع ورقتي الرابحة، بس على مين؟ انا جوفان. وبيديها ورقة كان راسم هو عليها، فبتبص عليها وبتفضل تفحصها لوقت طويل، وده بيخلي يونا وبنجي يستغربوا هو راسم ايه بالظبط. فبتقول له كاي سيد جوفان عايز تبيعها بكام؟ فبيقول لها انت قولي السعر بما انك خبيرة هنا. فبتقول له 20,000 عملة. فبيقول لها 20,000 ليه؟ قصدك فايرة كل ده؟ مش هبيعها. فبتقول له سيد جوفان الرسمة أولية ومش كاملة وبرضه مكتوبة في الإيد، 20,000 كفاية عليها. فبيقول لها لا هاتيها هنا. فبتقول له خلاص خليها 30,000. فبيقول لها لا برضه هاتيها. وهنا هي بتقول في نفسها الواد ده جايب مهارة أول مرة أشوفها في حياتي، لازم أخدها بأي تمن. وبتحاول تخلي ليونا تقبل ب 30,000 وإنه محدش هيقبل يشتريها منهم، وبتكون هتقبل لكن جوفان بيرجعها وراه وبيقول لك كاي بقول لك ايه انا كبير الخدم جوفان وانا اللي مهتم بالموضوع ده. فبتقول له اسفه لكن محدش هيشتريها اكتر من كده، وبتيجي تمشي. فبيقول لها جوفان اها السيده كاي افتكرتها بتغشنا، لكن باين انها ما تعرفش قيمه التقنيه بالظبط عشان خبرتها قليله، مفيش حد اكتر خبره منك في بيت يونج. فبتقول له سيد جوفان انت باين بتستقل بيا. فبيقول لها جوفان اتمنى منك تجيب حد اكتر خبره. وفعلا بتمشي عشان تجيب حد تاني، وبترجع بعد شويه مع شخص كبير في السن وبعين واحده ويقال عنه عين التنين التاسعه. فبيقول جوفان في نفسه زي ما توقعت شخص كبير جدا وقوته بتفوق قوه رئيس عائله تاي بكتير. وبيتعرف عين التنين على ليونا وعلى جوفان وبيقعد وبيقول سمعت انك بتشكك بقدرات كاي في تسعير بضاعتك. فبيقول له جوفان صحيح الكلام ده. فبيضحك العجوز وبيقول له صح هي جديده لكن اظن سعرها معقول، بس لو انت بتشك فعلا فاتشوفها لك بنفسي. ولما بيحطوا قدام جوفان الرسمه بينزهر العجوز وبتقول له كاي تخيمي كان صح مش كده؟ وهنا بيبص العجوز لجوفان واللي بيبص عليه بنظرات غريبه وبيقول مش مصدق انه عائله ليو عندها مثل التقنيه القويه دي. يا فتى ايه رايك ب1,800,000 عمله؟ فبيتفاجئوا الموجودين كلهم. فبيقول لجوفان لسه السعر قليل جدا. فبيقول العجوز فهمتك لكن مش هنكون قادرين نوفر لك اكتر من المبلغ ده. وهنا بتقول له يونا احنا هنبيع. ما بتلحقش تكمل كلامها الا لو جوفان بيحط ايده على الرسمه وبيقول له لو مش هتدفعوا السعر الكويس اعتبر الصفقه ملغيه. فبيقول العجوز وانا اقول كده عايزها. وبيطلق العجوز قوه ضخمه جدا بتزلزل الارض تحتيهم وبتبعدهم كلهم مسافه. بيشوف عين التنين التاسعه بينشر هالته القويه حواليه وبيقول لجوفان بكل غضب انا عايز المخطوطه دي يا ولد. فبيقول لجوفان ايه يا سيد جيو ايه اللي انت بتعمله ده؟ كده انت هتأثر على سمعة العيلة بتاعتك. فبيقول له سيد جيو ايه يا صغير فين راحت ثقتك؟ انت خايف ولا ايه؟ فبيقول له جوفان لا انا بقول لك ده لمصلحتك. عائلة لونج هي العائلة الوحيدة التجارية الموجودة في الامبراطورية السبعة، وانك تجبر اي حد يبيع عندك ده هيضر بسمعتك كأقوى قوة تجارية في العائلات الملكية. هل ترضاها على اسم عيلتك المشرف؟ انا مجرد بدبر منزل سيء التصرف ومحدش هيعاتبني على اللي بعمله، لكن انت بتراهن بكل شيء بنيته خلال العقود اللي فاتت عليا. انت المفروض تكون اللي خايف مش انا. فبيبتسم جيو وبيضحك ضحكة على رضا بيملى صداح المكان وبيقول له بما انه عائلة ليو عندها شخص زيك مش هستغرب لو ارتفع شأنها عاجلا ماجلا. يا ولد انا عارف انك جيت عندي هنا لسبب تاني، قول هو ايه؟ فبيقول له جوفان 10 مليون عملة وانا هديك المخطوطة مقابل 10 مليون، ولو ما عندكش دلوقتي هاخد 1,000,000 والباقي هاخده على
على دفعات. فبيقول له جيو أنا أقبل بسرور عائلة لونج مدينة لعائلة ليو لحد ما تقدر تسدد المبلغ اللي عليها. كاي روح هاتي مليون عملة وتعالي وبعدها أعرفك ضيوفنا باحترام للخارج. فبتقول له كاي مفهوم يا شيخ جيو. وبعد ما بتخلص كاي يستحب زوفان لبرا المكان بترسل لجيو عمي جيو انت عملت كده ليه؟ المهارة اللي معانا دي مش من المستوى الأول، ليه ندفع فيها قوي كده؟ أنا عارفة إنها مميزة وأنا فعلا أصلا ما شفتش حاجة زيها قبل كده، لكن ما افتكرتش إنها تستاهل 10 مليون. فبيقول لها جيو كاي تعالي كده وبص كويس في العلامة دي، يمكن المحطوطة دي مش موجود منها حتى واحدة. فبتتصدم كاي وبتقول هي دي مهارة التشكيل